لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك والاشتراك مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. الجزائر وجنوب إفريقيا تقودان مساعي خبيثة ضد المغرب في أروقة الاتحاد الإفريقي. تحدثت مصادر داخل منظمة الاتحاد الإفريقي عن محاولة الجزائر وجنوب إفريقيا المناورة داخل أروقة المنظمة عبر الزج بالجبهة الانفصالية لتقلد منصب داخل المنظمة القارية. وتسعى الجزائر ومعها جنوب إفريقيا لترشيح ممثل جمهورية الوهم لتولي منصب النائب الأول للرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، الأمر الذي لقي معارضة شديدة من قبل أغلبية الدول الإفريقية. هذه المساعي الخبيثة جعلت مصادر داخل الاتحاد الإفريقي تتخوف من أن تتجه المنظمة نحو الانقسام الذي لا يخدم بتاتا مصالح القارة السمراء، كما أن تمثيلية عضو لا وجود له سوى في مخيلة جنرالات الجزائر ومعها جنوب إفريقيا سيضعف موقع منظمة الاتحاد الإفريقي وحضورها الدولي. لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك وإعجاب مع تفعيل الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالخبر.